هنبدأ ازاي؟ المرة دي انا جايلكوا في حاجة مختلفة شوية. اصل انا من كام يوم اتفرجت على فيلم بيت الروبي، وبالأمانة الفيلم عجبني قوي. هو ممكن مش اقوى حاجة، بس كان بيتكلم عن قصة وهدف جامدين جدا بجد، والفكرة بتاعته كمان كانت حلوة. فاطلب لك بقى القهوة بتاعتك وتعالى نشوف احنا معانا ايه النهاردة. فيلم جميل، بدايته بتبدأ هادية كده وحلوة، وناس عايشة في البحر دايما وعلى الطريق الصحراوي وبعيدا عن شبكات ودوشة وزحمة القاهرة. حاجات حلوة قوي، بس كل ده مش طبيعي. يعني ممكن برضو انت تسأل نفسك، هي ليه الناس دي عازلة نفسها؟ ليه الناس دي عايشة كده دايما في عزلة وبقالهم 7 سنين هناك؟ تخيل. المهم انا نسيت اقول لك صحيح، انت مستني بقى خلاص سفاح الجيزة خلاص. انا بسجل لك النهارده الاربع، يعني بكره الخميس خلاص. شكرا. يمكن الحلقه دي تنزل متاخره، بس المهم يعني ان خلاص سفاح الجيزة هيخلص. ده غير كمان ان عندنا بالليل النهارده الاربع بالليل غادة عبد الرازق، الممثله الجامده. لما نشوف بقى هتورينا ايه بتمثيلها الجامد ده. ده لسه في جرايم قد كده يا صاحبي، خليك بقى معايا على الخط. المهم بيت الروبي بيت جميل جدا. كريم عبد العزيز بيمثل دور ابن الذين روعه، ولا الممثلة نور هي كمان، ولا الطفل الجديد اللي أول مرة أشوفه بصراحة ده، يعني بجد تمثيله حلو برضه، ولا البت الصغيرة العسلية الجميلة دي بجد، هي وخدودها دي. لا 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 لا، بجد الموضوع كان يستاهل إن الواحد يتفرج عليه أول ما نزل صورة محترمة. بس الواحد مش هيدخل السينما برضه اليومين دول، الدنيا أديك شايف يعني. ما علينا يعني. فبيت الروبي يعني انا مش عارف والله اقول لك منين ولا ابدا منين، لان انا ولا كاتب افكار ولا كاتب سكريبت. انا البودكاست ده زي انتم عارفين بنقعد نتكلم مع بعضينا كده من غير ترتيب ولا من غير كتابه اصلا يعني. بس انا ممكن ابدا معاك من حته لما كانوا في الميه، بيعلم ابنه ان هو يعوم جامد ويبقى كويس جدا، مع انهم مش بيشاركوا في اي لعبه رياضيه ولا اي حاجه. بس ممكن نبدا بقى من اول ما اخوه وصل، اللي هو ايهاب. اخوه جاله في يوم هو ومراته كانت حامل، وما كانش يعرف اصلا ان اخوه اتجوز ولا حاجه، لان هو حرفيا في عزله تامه عن الناس. وقال له بص انا عايزك تيجي معايا يا ابراهيم، البيت بتاع جدك والمحل ومش عارف ايه وبتاع، وانا قلبت المحل ايه كوافير حريمي، ورجعت من بره ومش عارف ايه، ومحتاجه امضتك ولازم تبقى معايا. طبعا الموضوع ده تقيل على قلب ابراهيم جدا، اللي هو يرجع فين؟ هو يرجع القاهره. طب ليه؟ بصوا احنا كده كده عارفين ان احنا مش هنحكي بترتيب الاحداث، فاحنا لو حابين نقول من دلوقتي تعالوا نقول من دلوقتي، ولو حابين نقول بعد شويه تعالوا نقول بعد شويه. والله بص سيبوني افكر وابقى ارد عليك واحنا بنتكلم. هو انا مزاجي كده. المهم كان بيتكلم معاه وبتاع، وبيتكلم مع مراته ويقول لها طب هنعمل ايه يا ايمان ومش عارف ايه وبتاع. ايمان قالت له خلاص روح خلص ورقك وتعالى. بس قالت له كان نفسي ان احنا ننزل القاهره والولاد يشوفوا القاهره ومش عارف ايه وبتاع، بدل العزله اللي هم عايشين فيها دي. فعلا تاني يوم الصبح لقوا نفسهم انهم كلهم هيروحوا القاهره. ومن هنا بقى تبدأ الحكاية، وان هم خلاص رايحين القاهرة. ودي طبعا حاجة على قلبه تقيلة جدا، هو لا بيحب زحمة القاهرة ولا بيحب الناس اللي بتاكل في بعضها، وكان مصدق ان هو يبعد عنهم ويعيش حياة منفردة بقاله 7 سنين، بعيدا عن السوشيال ميديا. ما يعرفوش يعني ايه تيك توك، ما يعرفوش يعني ايه الكلام ده كله. لدرجة لما جات لهم بهيرة مرات ايهاب، وهي بقى اصلا بلوجر وعمالة تصور ومش عارف ايه، راح قال له بعد اذنك خليها تفصل الكاميرا دي، احنا ما بنحبش الكلام ده. حتى الولد ابنه اللي هو شريف قال لها هو انت بتصوري اللي متابعين ليه؟ هم مالهم المتابعين بحياتنا اصلا؟ يعني بص حتى تفكير الولد، هو ربى عياله وربى نفسه على حاجات جديده بقاله 7 سنين فيها. وكل دوت عشان كان بيهرب من الماضي بتاع مراته، ان هي وهي زمان شغاله في المستشفى مات غصب عنها بخطأ طبي، زوجة وطفل لسه في بطنها. وطبعا الناس قامت عليها، وهو اصلا كان دكتور في الجامعة، وان انتوا ازاي تغلطوا غلطة زي دي. وفضل ان هو يدافع عن مراته وبتاع، وحب ان هم يبعدوا عن المكان عشان لما عيالهم يكبروا محدش يضايقهم بالكلام ده كله. المهم دي حرقت لك المشهد اهو يا عم، ما عشان احنا متفقين ان احنا بنتكلم ايه، مش بترتيب الاحداث. المهم خدوا بعضيهم وراحوا القاهرة. طبعا اول ما نزلوا مسكوا في خناقات الناس وضرب ومش عارف ايه وبتاع، وهو بيحاول يكون محترم، بس ابراهيم خلاص جاب اخره بقى. راحوا بعد كده الشهر العقاري، فين يا عم المحامي بتاعك عشان نمضي؟ قال له لا ده انت لازم تجيب لي امضية بقية الورثة. ناقصنا مين؟ ناقصهم ابن عمهم. راحوا لابن عمهم اللي هو مين؟ توتة.
المهم كان بصراحه عامل مشهد ابن لذينه جامد قوي، وان هو بقى كل شويه يتخانق مع مراته ويقول لهم دي بتاعتي ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله. راحوا قعدوا مع بعضيهم، احنا جايين لك عشان الحكايه ورايا. قال لهم لا انا مش فاضي، تعالوا لي بكره، يا اما انا النهارده عندي خناقه هتتخانقوا معايا. قالوا له لا احنا مش هنتخانق معاك. بعد ما خلصوا ابراهيم خد ايه ايهاب وراحوا وراه المحل. قال له لا يا عم انت عامل شغل عالي ومش عارف ايه وبتاع. لقوا قدامهم محل فاتح بنفس التفاصيل بالظبط ونفس الديكور ونفس كل حاجه، ما عدا الاسم بس متغير، كان بتاع واحد اسمه شادي. المهم راحوا عند شادي، الحكايه ورايا يا عم شادي مش عارف ايه وبتاع. لقوا عنده بودي جاردات وكانوا هيتضربوا وبتاع. قالوا لا خلاص احنا كفايه علينا كده ويلا نمشي. روحوا البيت والدنيا ومش الدنيا والكلام ده كله. وعدت بقى الايام ان هم المفروض هيسافروا بقى، بس الورق اتاجل. هم في يوم بقى قرروا ان هم يخرجوا ويتجمعوا مع بعضيهم ويتفسحوا. وايهاب قال له نفسح العيال ومش عارف ايه وبتاع، واكلهم برجر ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. بس البت جالها ايه تلبك معه بسبب ان هم مش متعودين على الاكل ده. هم متعودين هناك بقى على اكل هيلسي وسمك ومش عارف ايه والكلام ده. فطبعا راحوا بيهم من المستشفى. فهناك ايمان شافت مين؟ الدكتوره داليا، اللي هي اصلا كانت المستشفى اللي شغاله فيها. قالت لها ما تيجي ترجعي والشغل ما وحشكيش ومش عارف ايه وبتاع، ولعبت في دماغها. لما طبعا روحت واطمنت على البيت ومش عارف ايه وبتاع، قالت له ابراهيم انا جالي ان الدكتوره داليا بتقول لي ما انا عايزه ارجع ومش عارف ايه وممكن ان انا ارجع، ايه رايك؟ راح لها ان انا بعد اللي عملته ده كله علشانك وبوظنا حياتنا وبوظت كاريري وبوظت كل حاجه عشان انتي تعيشي في امان انتي والولاد، وان انا بحبكم، جايه تقولي لي عايزه ارجع؟ بص يا ايمان احنا هنروح بيتنا ومفيش رجوع تاني للشغل ومش عارف ايه وبتاع. وقلب الموضوع. وقتها كان متعصب جدا. فلما خرج كان عمال ينده على ابنه. ساعة ما جم طبعا ابنه خلاص بقى اندمج مع التيك توك ومع الالعاب ومع الحاجات البلاي ستيشن والكلام ده، عمال يقول له يا ابني انت يا ابني انت. هو مفيش فايده. طبعا كل ده كانت بهيره فاتحه لايف مع الناس وبتتكلم معاهم عن المنتجات وبتاع، وطبعا هو ما يعرفش في الكلام ده. فبهيره بتقول له احنا لايف انت بتزعق ليه ومش بتزعق ليه؟ قال لها انا ازعق براحتي، هو ايه اللي لايف يعني الناس ليه تتدخل في حياتنا؟ وفضل بقى يقول الكلام اللي كلنا بنقوله دلوقتي، ان السوشيال ميديا اتدخلت في حياتنا جامد، وان السوشيال ميديا بقى ليها دور جامد جدا. حتى انا يعني انا هو مثلا معاكم في البودكاست بسبب ان حد حبني او حد ان هو حب يدعم الفكره اللي احنا بنعملها. على طول ممكن اصحى الصبح الاقي نفسي ترند والاقي نفسي جايب مشاهدات وسبسكرايب وحاجات تانية، وممكن لا. هو بقى كان بيتكلم في النقطه دي، اشمعنى ان الناس اللي تحدد السوشيال ميديا مين ينجح ومين ما ينجحش؟ وليه اصلا ان انا اطلع واقعد اتكلم مع ناس في السوشيال ميديا؟ وليه ان انا اعرفهم عن حاجات عن حياتي الخاصه؟ وليه ان انا ادخلهم في بيوتي اصلا؟ كل ده طبعا اللي هو بقى بيتكلم عن البلوجرز وغيره وغيره، مالناش دعوه، كل واحد ورأيه وكل واحد هو حر في حياته. طبعا بعد الخناقه اللي عملها دي صاحبنا خرج من البيت، رجع تاني يوم الصبح لقى نفسه ترند وكل الناس بتتكلم عنه بس هو ما يعرفش. وهم رايحين بقى في الطريق بالليل عشان لتوته عشان يمضي لهم الورقه، لو ان الناس كل شويه عماله تزن عليهم وتقول له عايزين صوره يا نجم صوره يا نجم. هو مش فاهم حاجه اصلا مين صوره يا نجم. راح هناك لقى ان توته كمان عامل له فرح وهو بيتجوز مراته تاني بعد ما طلقها، ولقى ان هو حاطط صورته وكاتب عليها ابن عمي ومش عارف ايه ومن اللايف وبتاع. قال له طب خد يا ابني مضلنا على الورق في وسط الفرح. قال له والله العظيم ما انا ماضي الا لما تغني لنا اغنيه، اللي هي بقى اغنيه اهي اهي اهي، بس هي عكس تماما الاغنيه اللي نزلت لنا على سبوتيفاي واليوتيوب بتاعت محمود العسيلي. يعني هي محمود العسيلي بيقول اهي الفرحه جايه هناك اهي، لكن هم كانوا بيغنوها في الفيلم اهي اهي هنمضي الورقه خلاص اهو. طبعا الاغنيه ايه اللي حصل فيها؟ الناس كانت فاتحه لايف وطلعت ترند هي كمان، وفجاه ابراهيم في يوم وليله بقى نجم السوشيال ميديا، كل الناس بتحبه لدرجه ان الاكونت بتاع الانستجرام بتاعه وصل ل 3 مليون وشويه. طبعا كل ده خلى ان ايمان ان هي كمان تتشجع، ووافق لها ان هي ترجع للشغل. وكمان شريف ابتدى ان هو ينزل نادي ومش عارف ايه ويعيشوا حياتهم بقى بشكل طبيعي شويه. وطبعا جات له شركه تسويق ان هم عايزين يمسكوا المحتوى بتاعه، وان هم عايزين ان هم يطوروه وان هم ينجحوه عشان يقدر ياخد منه فلوس اعلانات. طبعا بهيره حست بكل دوت طبعا وغارت من الموضوع ان هي بقى لها قد ايه في البلوجرز بتحاول ان هي توصل لهدف معين، وابراهيم في يوم وليله وصل للي هي اصلا ما قدرتش ان هي توصل له وما بقتش طايقاهم في البيت. طبعا ابراهيم مع الوقت بقى خلاص مندمج تماما في السوشيال ميديا، مع انه الاول كان بيكرهها كره العمى. في يوم من الايام حب بقى الناس ان هي تقوم عليه، وبحثوا عن موضوع مراته القديم وجابوا كل حاجه عنه وفضحوه ان ابراهيم اللي بيطلع يكلمنا في القيم والمبادئ والاخلاق وان احنا نتغير على السوشيال ميديا هو اصلا مراته بتعمل 1 2 3 4. انتوا ازاي عندكوا عين وقلب ان انتوا ترجعوا تاني وتتعاملوا مع الناس تاني؟ طبعا وقتها الناس قامت عليهم. ما هو برضه يا صاحبي زي ما قلت لك السوشيال ميديا ممكن الناس يوم تطلعك
ويمكن ناس تاني يوم تنزلك. دي بقى الجملة اللي قالها ايهاب لما قال له ايه، صحي تاني يوم لقى ان ابراهيم قاعد كل ده على النت بيشوف الكومنتات وبيشوف مين بيرد عليه ومين بيشتمه ومش عارف ايه وبتاع. قال له بقول لك ايه، طنش، انت لو ركزت مع الناس والكومنتات دول بيطلعوك يوم 7 سما وممكن في يوم ينزلوك 7 ارض. وطبعا شريف حصل له هو كمان مشكلة في النادي، ناس من صحابه غزوا منه ان هو ازاي شاطر في السباحة وشاطر جدا ومش عارف ايه، وان كابتن الفريق هياخده معاهم الكلام ده كله. حبوا انهم يعملوا نمرة وخلوا ان بنت تدخل تكلمه من اكاونت فيك ومش عارف ايه وبتاع، وضحكوا عليه هم اللي كانوا عاملين الاكاونت الفيك ده. وطبعا اليوم ده خلاص ابراهيم بقى شايف ان الدنيا اتدمرت وان الناس هجمته تاني وان هو لازم يهرب. طبعا راح يدور على شريف. في نفس الوقت كانت بهيرة قلبت عليهم وقالت لهم انتوا دمرتوا لنا حياتنا، ايهاب شغله اتخرب والسنتر بتاعه باظ بتاع الكوافير وما بقاش حد يجيله. طبعا بعد الكلام والزعيق والكلام ده بهيرة تعبت ولازم انها تولد، واليومها كانت الدنيا بتمطر وغيره وغيره. خدوها في العربية بس وهم على الطريق معرفوش ان هم يولدوها. طبعا ابراهيم كان بيدور على ابنه شريف عشان كل ده ما كانش راجع البيت. طبعا وقفوا في المكان بسبب ان الدنيا زحمه وفي عواميد الاعلانات واقعه ومش عارفين ان هم يتحركوا. راحت ايمان قالت له انا هضطر ان انا اولدها هنا، غطي لنا العربيه وهنحاول ان احنا نولدها هنا. وابتدت الناس ان هي تلم من حواليهم وتصور اللي بيحصل. وطبعا ده شيء مقزز جدا، انت ايه اللي خليك تصور مراتي ولا خليك ان انت تتدخل في حياتي فعلا وهي مراتي بتولد وغيره وغيره. راح ايهاب راح ضرب الناس ومش عارف ايه وبتاع، وفضلت الناس ان هي تضرب في ايهاب ولا اكن ان هو غلط فيهم مع انهم هم اللي غلطوا. فجي ابراهيم كمان واتدخل في الخناقه وضربهم وراح زعق وقال لهم هو في ايه. وبعد كده حصل اللي حصل واتولد شادي ابن ايهاب، والدنيا كانت حلوه وجميله. وطلعت ايمان ان هي شاطره في شغلها. وبعد ما عدى كام يوم ايمان كانت حضرت الشنط وخلاص. ايهاب قرر كمان ان هو هيسافر مع اخوه وهيقعدوا في البيت عنده هناك. بس ابراهيم قال لهم واحنا هنفضل نهرب لحد امتى؟ لما رجعنا الناس قابلتنا حلوه جدا بسبب كام حاجه عملناهم على السوشيال ميديا غصب عننا، وانا كمان اندمجت وانتوا كمان اندمجتوا وبوظنا حياتنا من تاني. لكن احنا هنفضل نهرب كل ما الناس ان هي تقوم علينا؟ لا، احنا مش هنهرب، احنا هنكمل وهنحاول ان احنا نبدأ من جديد وهنعمل اللي على مزاجنا المرة دي مش اللي على مزاج الناس. وفعلا ابراهيم كمل في حياته الجديدة في القاهرة ورجع شغله تاني. وايمان كمان راحت اتقدمت في مستشفى جديدة وقالت لهم على الحادثة اللي حصلت زمان. وكمان شريف والبنت الصغيرة اللي هي شمس دخلوا هم المدارس وبقوا عايشين حياتهم عادي جدا. وزي ما قالها برضو كريم عبد العزيز في الفيلم لما كان التليفون بتاعه عمال يرن يرن يرن، قال له لا ما انا مش كلب عشان لما تصفر لي اجي لك على طول، مع انه يعني ما ثبتش على الموقف بتاعه. بس الجمله دي بجد عجبتني قوي. هو فعلا التليفون بيعاملنا على اننا كده ولا لا؟ قولوا لي انتوا بقى. وبس كده، دي كانت قهوتنا النهارده. يلا كل واحد يحاسب على قهوته. شطبنا النهارده. سلام.